جميعنا وجميع المهتمين في كرة القدم السورية عن دعوة أو العمل من خلال السادة الكرام إدارة نادي الفتوة للدعوة أو تجهيز لدعوة لجمعية عمومية استثنائية تخص كرة القدم. السؤال الذي بحاجة نحن لإجابة وتوضيح من حضرتك، أول شيء شو السبب لأنه تحركت إدارة نادي الفتوة للدعوة لجمعية عمومية استثنائية؟ اولا شكرا لكم على هاي المشاركه، وشكرا لكم ايضا على المداخله. شكرا لحضرتك. هذا الامر وهذا الشان، يعني الله يعطيكم العافيه جميعا. عافيك. نحن في البدايه لما طلبنا الجمعيه العموميه، طبعا هذا حق مشروع، حق اصلي ان نحن كاعضاء وصلاة طبعا حق مشروع ان اردنا انه مع جميع الانديه اللي طلبت بعض المقترحات او بعض الامور، لكي يعني الامر اللي كان اولا هو احنا يكون في بيناتنا نحن المؤسسه الام اتحاد كره القدم الحقيقيه، نحن معهم واحد، لكن نحن نريد حقنا ايضا كمشرعين، يعني الاعضاء الوصلاء في الجمعيه العموميه هم يعتبرون مشرعين او يعتبرون اعضاء قادرين حضراتكم الاساس، يعني حضراتكم الاساس قبل اتحاد كره القدم، يعني انتم السلطه الاعلى في كره القدم. الله يكرمك، احنا حكينا هذا الوصلاء ونحن معهم كمؤسسه رديفه ومعهم دائما، يعني ما راح يكون في اكيد، لكن نحن اللي ردناه في بالفتره الاخيره صار في عقوبات، طلبنا توضيح لهي العقوبات اللي اشتدت على انديه سوريا بشكل عام ونحن الفتوه بشكل خاص، يعني تكلمنا نحن بالبدايه عن الفتوه، يعني كانت في عقوبات متكرره وحاولنا نحن نفهم هي العقوبات، فقالوا لنا اخواتنا في اللجان المستقله انه هي العقوبات في لوائح تنظيميه او لوائح موجوده في اتحاد الكره او في هي اللجان المستقله. نحن وجدنا في البدايه انه فيها جور، لكن يعني كنا نقدر نحن عن طريق هاي الجمعيه العموميه واخذ التصويت او في حال تحقيق النصاب انه نحن على الاقل نخفف، خاصه انه نحن طالعين في حرب، يعني الوضع الحالي في وضع حرب والانديه مثقل كاهلها جميعا، جميع الانديه السوريه الان متعبه جدا. ف انت تعرف انه ما في حاليا ايضا حتى دخل من ضمن الوزاره او الاتحاد او الاتحاد الاسيوي، موقوفه اكثر الامور الماليه، فكل الامور الماليه يعني هي تصرفات شخصيه من اعضاء مجلس الاداره والاداره والمتبرعين والاعضاء المتابعين لكل نادي. انا طبعا اتكلم الان عن نادي الفتوه بالذات يعني. نعم. طيب، فالعقوبات اللي اثقلت كاهل النادي يعني عم تخلي الانديه ترجع لورا خطوه، ونحن من بين الاهداف الحقيقيه بالنظام الداخلي او الاساسي لكره القدم هو تطوير كره القدم السوريه، تطوير الانديه، ايضا الاخذ فيها الى مثل دول الجوار او بالاحرى حتى المدارس الاوروبيه اللي موجوده. فكانت الدعوه الحقيقيه انه نحن نحاول نجمع على الاغلب قدر المستطاع العديد من الانديه، سواء من الدرجه الاولى او الثانيه او من الاعضاء الوصلاء طبعا، اولا لفهم ماهيه هاي العقوبات بدايه، ايضا لتكون وجهات النظر حقيقيه عندما اعترض انا على عقوبه، طبعا دون المخالفه او دون الاعتراض على مؤسسه بالذات او عفوا لجنه بالذات او شخص بالذات، يعني انا اتكلم بشكل عام طبعا. تمام. نعم. عندما اريد اعترض على عقوبه، هل الاعتراض رفعت انا كتب متعدده طبعا للاتحاد، ورفعت في بعض مع بعض العقوبات اللي كنا نحن في نادي الفتوة لبعض الاشخاص كمدرب الحراس او الحارس او غير ذلك، رفعنا طلبات استرحام او تبيان الوضع، او نريد نعرف نحن ايضا الشؤون الداخليه اللي خاصه فينا كنادي والشؤون الخارجيه اللي نحن نرتبط فيها مع الاتحاد او مع الهيئات المستقله وخاصه الهيئات القضائيه. يعني استاذ تسمح لي بس قاطعك لو تكرمت، يعني الهدف من الدعوه للجمعيه الاستثنائيه فقط التباحث في موضوع انه خلينا نقول العقوبات الماليه انه يتم تخفيفها او الغائها؟ مو بس العقوبات الماليه، العقوبات الاداريه يكون تقريب وجهات النظر الحقيقيه، نحن نعرف شو علينا وشو إلنا نحن. ابدا هي ايضا سماع مقترحات الانديه الاخرى، وممكن تكون في مقترحات اخرى يعني نحن نسمعها ونصوت عليها بس هي بالنهايه المقصد هذه كان ممكن تصير بدون جمعيه عموميه استثنائيه، يعني جمعيه عموميه استثنائيه لانه نحن الجمعيه العموميه الاستثنائيه استاذي ما، لا بالعكس، لانه نحن الجمعيه العموميه العاديه هي كل سنه مره، ما يحتمل نحن نجتمع الا في ان تكون غير عاديه يعني. يعني قصدي قد ممكن يكون في اجتماع عادي مع الاتحاد كرة القدم وليس جمعية عمومية استثنائية لإصدار قرار. يعني حضرتك عم تقول أنتم ما عندكم مشكلة مع لجنة الانضباط، ما عندكم مشكلة مع الأشخاص، ما عندكم مشكلة مع الاتحاد، فإذا لا
ابدا ما عندنا مشكله مع الاتحاد، بالعكس احنا متعاونين جدا. ولجنه الانضباط نحن الجلسه اللي معهم نحن نريد بس انه نحن اول شغله نتابع معهم موضوع العقوبات. نحن نعرف نظامنا الداخلي، يعني اللجنه واضحه عم بتقول لك انا عم طبق نص قانون وافق عليه الانديه، وافقت عليه الجمعيه العموميه. لا، في نقاط غامضه نحن ما بدنا نتكلمها في نقاط غامضه في بعض اللوائح القانونيه وبالاحرى بعض العقوبات يعني. يعني بعض العقوبات هي من شان الانديه، ما تكون من شان الهيئه العامه يعني. طيب شو صار؟ انا بدي استغل بعد اذنك الحديث مع حضرتك. شو صار مشان الكابتن بشار بيزيد؟ هل قدمتم طلب تخفيف عقوبات او الغاء عقوبات او معالجه الموضوع، ولا ما زال الموضوع مثل ما هو؟ يعني بعرف يمكن العقوبات تبع الكابتن بشار راحت معه، يعني الله يكون معه الزلمه، يعني راحت معه للموسم القادم، انه يمكن ما بيقدر يدرب. هلا نحن الكابتن بشار الله يعطيه العافيه طبعا هو من الاشخاص اللي ما تركوا نادي الفتوه، فاقل واجب نقدمه انه نحن نوقف معه اذا كان على حق في بعض الاخطاء هو اللي ارتكبها. نحن نسميها اخطاء اداريه واخطاء قانونيه، هي نحن ما نتمنى انها تتكرر، لكن نبه عليها اخونا وكانت يعني ما تستحق العقوبه الحقيقيه الاخيره. طبعا العقوبات السابقه صحيح هي نفذت وفق القرارات او اللائحه اللي هم مختارينها لجنه الانضباط، لكن العقوبه الاخيره انا وضحت حتى للساده في لجنه الانضباط، وحتى قدمت كتب، رفعت كتب للاتحاد طلب استرحام، رفع العقوبه، ازاله العقوبه، عودته الى نادي الفتوه، ونحن بحاجته جدا خاصه في الوقت هذا يعني العصيب. يعني انت تعرف وضع الفتوه الحرج يعني، ونحن استلمنا في فتره وجيزه نحاول انه نلملم كل اطراف الفتوه سواء بالناحيه الفنيه والاداريه ولا التدريبيه. الكابتن بشار بالفتره الاخيره، المباراه الاخيره اللي هي كانت مباراه تشرين، كان في معنا عضو اتحاد موجود هو الكابتن احمد علوش. نعم. وكان في ايضا من اللجنه التحكيميه والله اعلم كانوا في اعضاء كثيرين ممثلين للاتحاد موجودين معنا. هو الرجل ما مارس اي شيء من الرياضه ابدا، ما مارس ولا دخل اي شيء من الرياضه، دخل فقط لاداء الصلاه في داخل الملعب، وخرجنا سويا وكان جالس معنا والكل يشهد على ذلك الكلام. اذا كان انا لما تكلمت مع لجنه الانضباط قلت لهم نتمنى انه نحن نوضح لكم الامور، نحن او الاشخاص الموجودين يعني هؤلاء اشخاص رسميين يعني اللي هم اعضاء الاتحاد او الاعضاء التحكيميين او حتى رئيس النادي يعني. انا ما احافظ عليه على اساس اني انا اتجاوز اللجان الاخرى اللي هي اللجان العليا خاصه لجنه الانضباط، ابدا قطعا ما راح اتجاوز ولا اتجاوز اتحاد كره القدم. لكن كانت فكرتي انه بس هي فكره توضيحيه انه الرجل نزل، اذا كان في شخص يلتقط صور او يلتقط ظلات او كذا صور في داخل الملعب وقبل المباراه وقبل التدريبات وقبل اي اجراء رياضي، تمام، هذا امر شخصي خارج امور الرياضيه، تمام. نعم. فوضحنا هذه الصوره، لكن سبحان الله كانه في يعني غيرنا عم يوصل طريقه اخرى يعني. فلهذا السبب انا يعني طلبنا انه نحن هي النقاط اللي استدعتنا انه بالجمعيه العموميه او الاستثنائيه انه نحن نعرف ندافع عن اشخاصنا، عن ادارييننا، عن فنييننا، عن اعضائنا. ما يكون احيانا ممكن يكون القرار تعسفي مع احترامي للجميع، طبعا ما يكون تعسفي قصد الاذى اكيد. بالنهايه بشر يعني، مع احترامي لجنه الانضباط هي بشر غير منزه يعني مثلنا يعني، تصيب وتخطئ يعني. انا مع احترامي كلياتنا نصيب ونخطئ يعني بالنهايه طبعا. المعنويه انا اتكلم عنهم كشخص اعتباري الان. نعم طبعا يعني إن كان اعتباري او شخصي استاذ، بالنهايه نحن بشر جميعنا نصيب ونخطئ يعني مثل ما تفضلت. قد يكونوا اصابوا الجماعه، ما بعرف انا بالقانون اللي موجود عندهم باللائحه، وقد يكونوا اخطاوا في مكان. بالنهايه نحن بشر، هذا المقصد يعني سواء شخصي ولا اعتباري يعني. ما نعتمد على شخص او شخصين في توصيل بعض المعلومات اللي قد تكون خاطئه وخاصه. نعم اوكي وصلت هلا الفكره اكثر. تمام. التي تهمنا يعني مساله الزمن انه كان قبل المباراه ولا قبل دخول الملعب ولا قبل التجهيزات ولا قبل اي شيء. نعم. تمام. ونحن الامر الاخر نحن تواصلنا طبعا مع اكثر من الانديه، وانا سالتني سؤال بالبدايه وما جاوبت عليه بشكل عميق اللي هو هذا طلبكم انه انتم يكون بصله وصل. هذا طلبي انا كنادي الفتوه، لكن ايضا في تخفيف بعض العقوبات نتكلم فيها، وضوح بعض المسائل، بعض العقوبات ايضا نوضحها لبعضنا، اليه العمل والترابط الحقيقي بيننا كمؤسسات ايضا لازم نحن نعرفها مشان نحن ما نتجاوز ايضا، طبعا بغض النظر عن اللوائح اللي موجوده على الصفحات الرسميه واللي موجوده عندنا من قبلنا، لكن هاي دائما تحتاج الى تفسير، لانه احيانا احنا نعرف جميعا انه بعض القوانين تكون بساطه يعني. لكن انا الانديه الثانيه احترم ايضا رايهم، لانه هي جمعيه عموميه تخص الجميع، ممكن اي حدا ثاني يصوت على مقترح هذا ياخذ النصاب الحقيقي ونحن نمشي معه. طيب السؤال المهم، وين وصلت الجمعيه؟ هل حققتم العدد المطلوب لاقامتها؟
إلى الآن لم نحقق العدد المطلوب، لكن ما أعرف إذا أنت تعرف أنه نحن يجوز لنا حتى لو ما حققنا النصاب أنه نحن نجتمع، لكن فقط نقدم مقترحات. فإذا كانت المسألة مسألة نقاش، نحن لو كنا 10 أعضاء أو 15 عضو في حال ما اكتمل النصاب بالجلسة الأولى، نستطيع خلال 24 ساعة ثانية نجتمع. هلا هو في لائحة. المشكلة أنا ماني متذكر تماما، لكن يتم دعوة لجمعية عمومية، ما بعرف بناء على عدد معين أو 5 أندية أو لا عدد معين، تقدم للأمين العام لاتحاد كرة القدم خلال شهر. إذا ما أجاب بتصير بتقدروا بتحق لكم أنتم تقيموا الجمعية العمومية الاستثنائية دون العودة دون العودة. في حال ما اكتمل النصاب بالعدد أيضا يحق لنا نحن نجتمع، لكن نقدم مقترحاتنا للاتحاد، يعني طيب. نقدم مقترحاتنا. أما نحن ما نقدر، ربما قلت لك أنا ممكن في أندية ثانية تقترح أمور أقصى، أمور أقل، أمور أقوى. هذا الأمر متاح لأنه هذا حق قانوني. أكيد. طيب شو الأندية اللي جاوبت معكم أو أبدت موافقتها لتنضم لكم للدعوة للجمعية العمومية الاستثنائية؟ هذا خلي فيما بعد لحد الاجتماع إذا سمحت لي. في وقت الاجتماع راح يعلن عن كل الأندية اللي طالبت أو وافقت على الجمعية. أنو اجتماع عفوا؟ الاجتماع اللي راح نعمله هو اجتماع الجمعية العمومية إن شاء الله. فاكيد راح تكون الانديه موجوده اللي جاوبت معنا واللي لا. هلا بالاجتماع استاذ بيكون كل الانديه سواء اللي جاوبت ولا اللي ما جاوبت، يعني قصدي يضم الجميع. بس قصدي انه هلا اوكي لا تذكر لي، ما بتحب تذكر، يعني هي مشكلتنا استاذ. يعني نحن اليوم انتم اليوم كاداره نادي الفتوه، مع احترامي لكل الادارات، انتم اتخذتوا الخطوه القانونيه اللي ما حدا فكر فيها او ما حدا قرب عليها. فهذه تحسب، أنا عم بحكي كإنسان متابع تحسب لكم، وأنا أحترمكم جدا لهذا القرار. طالما نحن وصلنا بالموضوع القانوني المحترم الراقي وهذا حقكم، شو اللي بيمنع أنه يعني هل تخجل بعض الأندية أنه تقول أنه أنا مع نادي الفتوة بالدعوة للجمعية العمومية الاستثنائية؟ بدها ترفض أنه تحكي؟ أكيد قطعا، لكن أنا الآن أحتفظ. ربما أنت يوصلك أحد الأندية يقول لك أنا دخلت ويريد يشارك حتى معك في المداخلة، ممكن أيضا يشارك معكم في الرأي أو في القناة. أنا الآن احتفظ، سامحني بالاسماء. مع ذلك نحن مثل ما قلنا لك، نحن نريد كرة القدم في سوريا للأمانة، نريدها انه نحقق حقوقنا الشرعية، حقوقنا القانونية، حق ايضا حق النقاش، حق الاقتراح، حق الحقوق المطلوبة القانونية اللي ما نتجاوزها، تكون تعسفية او جائرة يعني. واللي استاذ هي كانت مغيبة، يعني كأنه كان في دائما يتم تخويف وترهيب الأندية والإدارات من استخدام حقها القانوني. اليوم انتم بكل يعني، والنعم من حضرتك، انا اول مرة ولي الشرف انه عم بحكي مع حضرتك كلام متزن كلام راقي، يا جماعة نحن بدنا نمارس حقنا القانوني، و يعني مع احترامي لأي حدا بيعترض على طلبكم، انتم طلبكم قانوني ومحترم، وهذا اللي نحن نحتاجه. خلينا نمارس الأصول والقواعد مثل ما هي، هذا المطلوب. فيعني أتمنى لكم إن شاء الله توفيق في خطواتكم، وإن شاء الله تقدروا تجيبوا العدد المطلوب، وإن شاء الله تتجاوب، وهو واجب على الكثير من الأندية انه تتجاوب مع حضراتكم، حتى بكره ما حدا يحكي، لانه بكره كثير عالم ممكن تنظلم، ممكن تشوف في اخطاء، بدها تجي تحكي بيكون فات الاوان. المبادرة القانونية السليمة اللي هي حق شرعي نحن بادرنا فيها ونحن مسؤولين عنها إن شاء الله بالاحترام الكامل والمطلق والقانوني واحترام التراتبية المؤسساتية والإدارات. لكن نحن نقول تكلمنا بحق مشروع وإحنا جاهزين ومستعدين، وإن شاء الله راح يكون في اجتماع وراح تتكلم كل الأندية عن مطالبها وحقوقها اللي هي ربما حتى بعض المظلمات اللي حصلت لها يعني. إن شاء الله. لكم كل التوفيق سيدي الكريم، ولإدارتكم الكريمة إن شاء الله، ولكل الأندية التي تؤمن بحقها القانوني بل وتمارس حقها القانوني وما تخلي حدا يمنعها من ممارسة القانون. فلكم كل التحية والاحترام والتقدير. تحية لكم، الله يعطيكم العافية ومشكورين جدا.